والله ممكن تحكي لنا عن مواقفك ويا نبع الحنان بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي بالتحديد الفيسبوك؟ اي اكيد، ليش لا؟ يعني مثل ما تعرفون انه اكو تطور انستغرام، سناب شات، فيسبوك، فاكو تطور بوسائل التواصل الاجتماعي. مثل ما نعرف احنا الاهل وبالتحديد نبع الحنان، اي شيء جديد ينزل لازم يثبتون روحهم به. شلون مثلا احنا نطلع مكان نسوي تشيك ان، بالضبط نفس الشيء. وهسه ما شاء الله حتى اللي بيبيع عنده فيسبوك. والله صدق ما شقاكم، انا اعرف وحده بيبيع عنده فيسبوك. المهم نبدا وياكم بالحب، بنبع الحنان، الام، الحنيه. طبعا اكو نوعين بالفيسبوك من الام. النوع الاول هذا يكون صنم، كل شيء ما يسوي بس يراقب عن بعد، يعني مثل ما نقول برج مراقبه. بحيث مرات اتخيل امي المحقق كونان، المحققه امي تبدو واثقه، تعمل جاهده، تراقب عن قرب اي شيء تكتبه، والى اخر الاغنيه طبعا. فمثلا الشاب كتب شيء، راسا نبع الحنان يفكر ليش ايش كتب؟ يحب وحده، واقع بمشكله، شنو مسوي؟ وانت قاعد بالغرفه تنفتح الباب على غفله واسمك ينقال، طبعا انت يجيك شلل نصفي، لان النبره مال الصوت اللي قالتها نبع الحنان تحسك انت مسوي مكسوره، بس الله يعلم بها شنو هي. فتقول لك علاوي، طبعا انت هنا شنو انعاد شريط حياتك كلها بالمكسورات اللي مسويها وما حد يعرف بيها. فانت راسا تعرق وهيك وتقول لها نعم، تقول لك شو كاتب بالفيسبوك؟ ليس الغريب ان يطعنك احد، لكن الغريب ان تلتفت وتجده اقرب الناس اليك. حبيبي عندك مشكله ويا احد من اقاربك، اخوتك واقع بمشكله، وتبدي التحليلات النفسيه وتحس نفسك قاعد صدق بتحقيق وقاعد يحققون وياك. يا امي ترى والله كتابه عجبني انشرها، لا اكثر ولا اقل. اما النوع الثاني فهو برج مراقبه، لكن يشارك ويعلق ويعطي لايكات، واذا شافت بنيه مع قتلك بعد هاي الله يخلصك منها راسا تجيك، ها ابني منو هاي؟ تحبها؟ اخطب لك اياها، مبينه حلوه، شوفني اياها مني هي والله. يا امي يجوز يعني احنا زملاء اصدقاء، يعني مو الا يعني حب وزواج وما اعرف شنو، يعني والله العظيم جذر الدور ما يفرحني اكثر من لايكك وتعليقك. المهم وبعد ما تطفر روحك وتقوم تلغي الصداقه من امك، فهنا اذا عرفت الوالده بالتحديد فاقرا على روحك السلام. وبعد ما تخلص لو تجي زليخه، واول شيء تسويه وياك تنحرم من العشاء ومن الغداء. ثانيا راح تعيشك بحاله من تانيب الضمير والعذاب النفسي، وتطببك بخزره وتطلعك بخزره من غير التصاكيم والبسامير تنزل لك. وفجاه كل مواضيعها على الفيسبوك تنقلب بما يتعلق بعقوق الوالدين. لو مثلا تفتح الفيسبوك راسا يجيك مسمار، الله لا يعلم ايش ضامين من ورانا. يا امي يعني مجرد مسحتش من الفيسبوك لا تحسسيني انه انا سبب الحرب العالميه الثانيه. يابا لحظه اشوف نبع الحنان شنو تحليلاتها. انتظروني بمقطع قادم على اقارب الفيسبوك.